نادي الزمالك يتعادل مع النادي المصري بدون اهداف. تعادل مرضي بس مش كفايه، وده اللي قلته قبل كده. ماتش الزمالك والمصري كبيره تعادل. ما تستنوش من نادي الزمالك الفتره اللي احنا فيها دي انه يقدم ماتشات اكبر من كده، او كان ممكن يعمل نتيجه اكتر من اللي هو عملها مع النادي المصري. النادي المصري فرقه كبيره في ظل الصفقات اللي هو عملها في يناير، لكن نادي الزمالك ما عملش اي صفقات، بل بالعكس باع ناصر ماهر، واحتمال كبير يبيع لعيبه تانية الفتره الجايه، وكمان في مشاكل في الفرقه. انت لغايه دلوقتي لسه ما جبتش مدرب اجنبي. قلت قبل كده بلاش استخسار في المدرب الاجنبي، جيب مدرب اجنبي واعي فاهم يعرف يلم اللعيبه كويس، هتاخد نتائج من الفرقه دي. نادي الزمالك فيه لعيبه كويسه، في لعيبه خبره، وهو ده اللي فرق في ماتش النهارده. اللعيبه الخبره واللعيبه التقيله هي اللي قادره تسند اللعيبه الصغيره. محمد ابراهيم وايشو في ناحيه الشمال لعيبه واعده جدا ومبشره. يمكن ايشو انا ما كنتش متوقع منه ان هو يأدي الدور ده كويس، لكن اداه على قد ما يقدر. لكن محمد ابراهيم الصراحه بيأدي دوره احسن كمان من عمر جابر. النهارده شفته لاعب لسه بيلعب لاول مره وبيلعب في بطوله افريقيه، وبالاداء ده لاعب مبشر. عتاب اللي جاي عند جون ادوارد. ليه لغايه دلوقتي ما جبتش مدرب اجنبي؟ وده اللي احنا سامعينه وكنا عارفينه من قبل كده، ان انت جايب معتمد جمال فتره لغايه ما تجيب مدرب اجنبي. ليه المدرب الاجنبي ما جاش لغايه دلوقتي؟ انت داخل على ماتشات الدوري، وعندك الحد الجاي ماتش المصري، وكايزر تشيفز كسب النهارده فبينافسك على المركز الثاني في بطوله الكونفدراليه. فانت لازم تكسب الماتش الجاي. الماتش المصري لازم نادي الزمالك يكسب، مع ان برضه هيبقى صعب، بس هو ده اللي قدامك عشان تكمل في البطوله. لازم تكسب المصري الماتش الجاي، ما تحطش نفسك في مواقف بايخه زي اللي بنحط نفسنا كل سنه فيها. فرقه نادي الزمالك سهل تمشي لقدام، بس انت تفكر هتمشي بيها ازاي لقدام. ما تديش اي قرار يمشيك لورا. لو انت هتكمل بمعتمد جمال يبقى انت كده بترجع كذا خطوه لورا. لازم تجيب مدرب اجنبي، ومدرب اجنبي مش اي كلام. ادفع فيه زي ما انت عايز، ما تسددش غرامات دلوقتي، ما تجيبش صفقات. كده كده احنا مش بنفكر في صفقات تيجي نادي الزمالك. فانت اصرف على الفريق من دلوقتي. المدرب الاجنبي هو اللي هيمشيك الفرقه، هو اللي هيخلي الفرقه تقف على رجليها، هو هيخلي البطولات تدخل من تاني نادي الزمالك. لازم جون ادوارد يفكر كويس. انت دلوقتي في مرحله التفكير، مش مرحله ان انت عايز تلم الفريق والسلام. لا، لازم تفكر صح عشان تشوف نتائج صح. ان شاء الله الزمالك الفتره الجايه نشوف مدرب اجنبي، لازم مدرب اجنبي. غير كده يبقى ربنا يستر على نادي الزمالك الايام الجايه.